متابعين الغاليين في كل مكان، يا رب تكونوا بأفضل حال. النهاردة حابة أكلمكم عن مسلسل أقدار الزواج. تعالوا نبدأ الفيديو عشان نشوف تفاصيل الخبر. حلقة جديدة من مسلسل أقدار الزواج، وهي حلقة 21 ديسمبر. طبعا ريا زي ما ذكرت لكم في الحلقات اللي مضت ان رامبير طلب منها انها تعمل فحص الحمض النووي. هتروح طبعا بالفعل للطبيب، والطبيب هيقول لها انك مش حامل، وانك بكده بالكذب ده هتتخلي عن عائلتك لانك بتخدعيهم بحملك، ويجب على العائلة انها تعرف السر ده، وانه هيقول الحقيقة للعائلة. وطبعا مش عارفين اذا ممكن الطبيب ده يخضع لتهديد من ريا وممكن تديله رشوة ولا لا. هنشوف طبعا في الحلقات اللي جاية. طبعا كان في مشهد للجدة مع سيدهارت، كانت بتقول لسيدهارت ان هي مش هتخلي الزواج ده يتم، وطبعا سيدهارت قال انه هو كمان مش عايز القيام بالزواج ده، والجدة قالت انها تفعل شيء. وطبعا كالعادة عالية كانت بتصنت عليهم وسمعت حديثهم، عشان كده هي هتقوم بعمل لعبة جديدة عشان تخلي الزواج يتم. كمان في مشهد في الحلقة الجاية من مسلسل أقدار الزواج، كانت باراتشي بتلبس العقد اللي بيعملوه بالورد لسيدهارت، ولكن كانت هتقع والعقد ده راح لرقبة رامبير. وطبعا كتير انصدم زي بلافي وعالية وكمان ريا، لانهم اكتر 3 بيكرهوا باراتشي. ولكن الحلقات اللي جاية هتوضح لنا احداث اكتر. دي كانت اخر الحلقات اللي نزلت، حبيت اعرفه لكم. اتمنى الخبر يكون عجبكم، واتمنى انكم تشجعوني، واشكركم على المتابعة.